بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على إمام المجاهدين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم بنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، وما ذلك على الله بعزيز. مشاهدي الأكارم، كلنا نتابع أوضاع غزة وأوضاع المجاهدين وأوضاع أهل غزة مما حصل لهم من اللأواء والبلاء، ومما حصل لهم من الابتلاء الكبير من الله سبحانه وتعالى على مرأى ومسمع ومشهد من العالم. فلو سألنا أنفسنا في هذه القضية الكبرى، لماذا نحن معاشر المسلمين ساكتون؟ يعني الكل يدرك تماما ما تفعله إسرائيل المحتلة على إخواننا أهل غزة ظلم واضح جدا، ومخالف لقوانين الأمم المتحدة، ومخالف للأديان السماوية. في كل الأديان السماوية قتل المدنيين، قتل الأطفال والنساء والشيوخ والأبرياء محرم. فإسرائيل المحتلة تقوم بهذه الأعمال الممنوعة المخالفة على مرأى ومسمع من العالم، ولا أحد يردعها ولا أحد يوقف أعمالها. بل أن الأعداء من أمريكا وأوروبا وغيرهم يتسابقون في دعمها والوقوف إلى جانبها، والمسلمون يتفرجون وينظرون إلى الوضع، وليس لديهم إلا أن يقولوا أعان الله أهل غزة. هذا من كان عاقلا منهم. أما من كان في قلبه مرض من النفاق أو جاهل لا يعلم عداوة الكافرين على الكفار، يقول حماس هي السبب في كل هذا. فلو ناقشنا نحن وإياكم لماذا المسلمون ساكتون؟ ما السبب؟ لماذا المسلمون يرون إخوانهم يقتلون ويذبحون ولا يقومون بواجبهم في نصرتهم؟ وقد قال الله عز وجل: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. يعني والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. ثم قال بعدها سبحانه: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. هذا هو وضع المؤمنين، وهذا هو حال الكافرين. فالمؤمنون مخاطبون بهذه الآية بقوله سبحانه وتعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. وأهل غزة نادوا
جميع المسلمين وجميع المؤمنين في أنحاء العالم، ولكن لا حياة لمن تنادي مع الأسف إلا من رحم الله وهم في قلة. ووضع الكافرين كما ذكر ربنا عز وجل الذي خلقهم، قال: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. الجزء الأول من الآية: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. رأينا هذا جميعا. أمريكا تسارع بدعم إسرائيل، والأوروبيون يسارعون ويتسابقون في دعم إسرائيل. إذن ما ينبغي، يعني ما ذكره الله عز وجل في فعل الكفار قد تحقق ورأيناه جميعا. وأما ما ينبغي علينا ويجب علينا نحن كمسلمين تجاه إخواننا أهل غزة لم يتحقق. أمرنا ربنا عز وجل بقوله: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. لم ينصر أحد من المسلمين إخواننا أهل غزة إلا قليل جدا لا يكاد يذكر. وهذه حقيقة مصيبة من المصائب وكبيرة من الكبائر أن نرى إخواننا يقتلون ويموتون ولا نقدم شيئا. اسمع إلى هذا الحديث. طبعا هذا مشاهدي الأكارم ليس بجديد عليكم، هو ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين بنص كتاب الله عز وجل، نذكر بعضنا بعضا. اسمع إلى هذا الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام من حديث جابر بن عبد الله وأبا طلحة بن سهل الأنصاريين يقولان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ يخذل امرأ مسلما عند موطن تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله عز وجل في موطن يحب فيه نصرته. وما من امرئ ينصر مؤمنا مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. هذا الحديث العظيم يؤكد لنا خطورة هذا الأمر الذي يحصل في غزة وسكوت المسلمين واعتذارهم بأعذار واهية، وسوف نناقش معكم هذه الأعذار في هذه الحلقة، هل هي فعلا أعذار مقبولة عند الله عز وجل فيما نرى ونحسب أو لا. لكن الحديث خطير. يقول: ما من امرئ يخذل امرأ مسلما عند موطن تنتهك فيه حرمته. الآن هذا الوضع حاصل في غزة وفي فلسطين، انتهكت الأعراض وانتهكت الحرمات وسفك الدم وحصل البلاء العظيم، ونادى أهل غزة ولا أحد مجيب. فالعقوبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا خذله الله عز وجل في موطن يحب فيه نصرته. إلا خذله الله. فهذه العقوبة العظيمة أيضا هي نذارة، لأن هذا الأمر قد يقع في أي دولة من دول المسلمين، كما حصل في العراق، وكما حصل في اليمن، وكما حصل في سوريا، حصل في مواطن كثيرة جدا وقوع الحرب ووقوع البلاء. فعدم
وجود النصر في مثل هذه المواطن يأتي بشر كبير في الأيام والأزمان القادمة، وهذا والعياذ بالله دليل على سخط الله وغضبه على بعض أفراد هذه الأمة، نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذا مؤشر خطير، لما ترى إخوانك يقتلون ويذبحون وتسكت، فإن الله عز وجل لا يسكت. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. هذا وإن كان عقوبة هذا العمل قد يكون معظمه في الآخرة، لكن لا يعني أن الله لا يعاقب في الدنيا، الله لا يعاقب في الدنيا. طيب، إذن نعود نحن، ما هي مشكلتنا كمسلمين؟ نرى أن إسرائيل المحتلة ظالمة، ونرى أن الفلسطينيين مظلومين إخواننا، وأن بيت المقدس قبلتنا الأولى ينتهك عرضه ومحتل بين أيادي في يد الاحتلال، وهذا واجب علينا كمسلمين أن نخلصه. يعني ربنا عز وجل يأمرنا أن نخلص بيت المقدس من أيادي المحتلين، ونحن بهذا العمل سكوتنا هذه السنوات كلها آثمون، وسوف يحاسبنا الله عز وجل كل بحسب مسؤوليته. إذن لماذا لا نخاف من الله سبحانه وتعالى؟ وهل نظن أن العقوبة مقتصرة فقط يوم القيامة؟ كلا، العقوبة ليست مقتصرة يوم القيامة. ألم يعاقب الله سبحانه وتعالى لمخالفة بسيطة حصلت في غزوة أحد، لما خالف الصحابة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يبرحوا مكانهم بل تركوا المكان ونزلوا من الجبل، وحصل أنه كاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل، وحصلت هزيمة في غزوة أحد. وهذا هو الرأي الصحيح، أن غزوة أحد هزيمة وبلاء عظيم نزل بالصحابة رضوان الله عليهم، حيث استشهد منهم 70 رجلا بسبب مخالفة واحدة. ولذلك لما تساءل الصحابة رضوان الله عليهم كيف حصل لنا هذا ومعنا رسول، فأجابهم الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة، أن الهزيمة مصيبة، قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. طيب، إذا نحن الآن يعني عندنا معصية كبيرة، إخواننا في غزة يقتلون ويشردون ويحصل لهم هذا البلاء العظيم، ونحن دول الجوار ونحن كمسلمين في آسيا وفي أفريقيا نسمع هذا الأمر ونرى ساكتون. نخشى أن ينزل الله عز وجل علينا حجارة من السماء، والله إننا نخشى عقوبة صارمة تأتي. نسيتم يا أخواني هذه الزلازل التي تحدث في كل مكان؟ بماذا هي تحدث بمثل هذه المعاصي وهذا السكوت وهذا الأمر الغريب العجيب. لماذا قلوبنا لا تخاف من الله؟ والله سبحانه وتعالى لا يرضى بالكفر ولا يرضى بالمعصية. قال الله تعالى: إن تشكروا فإن الله غني، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. إذن لا يترك الله عز وجل المؤمنين والمسلمين على المعاصي أبدا، بل ينزل عليهم العقوبة. ألا نخشى العقوبة؟ يعني أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله
فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إخواني وأخواتي، هذا العمل العظيم أو هذه يعني التقاعس الكبير والسكوت، ما هو سببه؟ دعونا ندرس هذا الموضوع ونناقشه سويا. لو لاحظنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه الأئمة عن ثوبان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوب عدوكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. سبحان الله، هذا الحديث علامة من علامات النبوة، ويبين لنا الرسول الكريم أنه سيأتي في زمان يحصل فيه تكالب الأعداء علينا، وهو الذي نحن الآن نراه في إخواننا في غزة. فهم يتكالبون ويوصي بعضهم بعضا ويزور بعضهم بعضا، ويقيمون المؤتمرات وينفقون الأموال من أجل قطاع صغير جدا جدا مساحته نقطة في المقابل الكرة الأرضية، وفيه ثلة مؤمنة وثلة مجاهدة صادقة. سبحان الله، هذا الوصف ينطبق. تداعى عليكم الأمم. أعظم دولة في هذا الوجود اليوم هي أمريكا، ودول أوروبية هي الدول المتحضرة والقوية. رأيناها في هذا الحدث العظيم تتسابق في ضرب فلسطين، بالذات تضرب قطاع غزة، لأنهم رفضوا الاحتلال، ولأنهم قالوا لن نسكت عن بيت المقدس وتدنيس بيت المقدس، بل سندافع عنه. وهذا التدافع لا يقبله العدو، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. لن يرضوا عن المؤمنين وعن المسلمين إلا إذا ارتد والعياذ بالله المسلمون عن دينهم وأصبحوا نصارى وتركوا الجهاد وتركوا المقاومة وتركوا كل شيء، نسأل الله العافية والسلامة. وحاشا أهل فلسطين أن يتركوا قضيتهم، وحاشا المؤمنين أيضا أن يتركوا قضيتهم. إذن النبي الكريم في هذا الحديث ذكر 3 أمور. قال: بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. مع الأسف هذا ينطبق علينا تماما. نحن عددنا اليوم 2 مليار من البشر، يعني أنت تتكلم عن 1000 مليون من البشر، وعدد أهل غزة 2 مليون. اعمل نسبة وتناسب، كم؟ احنا 2 مليار من البشر، مش قادرين مش قادرين ننصر إخواننا أهل غزة. والله العظيم لو خرجنا مظاهرات قوية وضغطنا على حكامنا ونصحناهم ووجهناهم، ما كان يحصل هذا أبدا. لو تحركنا بكل ما أوتينا وأنفقنا أموالنا بكل الطرق والوسائل، ما كان هذا يحصل أبدا. إذن المشكلة مش مشكلة حكام ومشكلة ضغط
جهاد، لا، المشكلة إحنا فينا، في داخل أنفسنا. ولذلك وصفنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم غثاء كغثاء السيل. الشعوب يا إخواني لما تجوع تثور. ألم تثور الشعوب في الربيع العربي؟ رأيتم؟ لكن الدوافع لها إذا جاعت وإذا حرمت ما وجدت تثور على الحكام وتكسر وتعمل وتقلب، تثور الشعوب. لكن هذا الأمر، أمر فلسطين وأمر بيت المقدس، لا يهم الشعوب إلا من رحم الله حقيقة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قال وما الوهن؟ قال حب الدنيا. وهذا هو حب الدنيا بشتى أنواعه من المال والترف وحب السلطة من الدنيا، حب السلطة. الحكام لا يريدون أن يتركوا سلطتهم، رغم أن الإسلام يكفل للسلطان مكانته وحفظ له مكانته وحرم الخروج عليه. الإسلام حفظ مقام السلطان وجعل له مقام كبير، ومع ذلك الحكام يخافون على مناصبهم. والعلماء مع الأسف في كثير من الدول، يعني العلماء شوف أعدادهم هائلة في الجامعات وفي أماكن، أعدادهم هائلة، ولكن من الذي يتكلم بحرقة ومن الذي يدعو ويكون له تأثير في هذا المجال؟ الكل خائف. لماذا؟ لأنه لا يريد العالم نفسه أيضا إلا من رحم الله، لا يريد أن يترك سلطته ولا يريد أن يترك مكانته، وربما هذا أدى إلى فصله من الجامعة وأدى إلى التضييق عليه، فبالتالي يخاف على دنياه ويخاف على مكانته ومنصبه. نسأل الله العافية والسلامة. حب الدنيا، هذا هو حب الدنيا. كذلك السبب الآخر كراهية الموت. كراهية الموت ليست الكراهية الطبيعية أبدا، وإنما المقصود هنا كراهية الجهاد في سبيل الله، كراهية الموت في سبيل الله، نسأل الله العافية والسلامة. ذلك الناس تهرب لا تريد. يعني الكراهية الطبيعية التي ذكرها الله عز وجل في قوله كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم أنتم لا تعلمون. ليس المقصود هنا هذا، المقصود حب الدنيا وكراهية الموت. لا يريد أن يجاهد في سبيل الله ولا يعلي كلمة الله، لأن فيه مشقة ولأن فيه الخوف من الأعداء. وهذا أيضا السبب الثالث، وهو الخوف من الأعداء، وهي عقوبة أيضا من الله، عقوبة. لما أصبحنا غثاء كغثاء السيل بسبب تركنا لكثير من تعاليم ديننا وعدم الاهتمام بسنة نبينا وعدم أيضا تربية أبنائنا والانشغال والتوغل في أمور الدنيا، أدى هذا إلى عقوبة. عاقبنا الله عز وجل أنه ألقى في قلوبنا الوهن ونزع من قلوب عدونا المهابة منا. يعني احنا كنا قديما إذا فقط نوى الإمام أن يقاتل في سبيل الله أصاب الأعداء رعب وخوف مسيرة شهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر. هذا الرعب والخوف اليوم غير موجود إلا ربما لأهل غزة ولأهل كل جهاد من رفع الجهاد، أما بقية المسلمين لا قيمة لهم. الحقيقة هذا هو الواقع. السبب في ذلك عدم طاعتنا لربنا وبعدنا عن خالقنا وعن تعاليم ربنا. في غزوة أحد لما توجه النبي صلى الله عليه وسلم وعاد إلى المدينة المنورة وهم يعني مثقلون بالجراح، وأرادت قريش أن ترجع وتقاتل، تقول ما فعلنا شيئا، أبو بكر حي وعمر حي وقبل ذلك إمام المجاهدين صلى الله عليه وسلم حي، قالوا ما فعلنا شيئا فلنرجع ونقاتلهم. ذكر الله هذا ربنا عز وجل، قال
الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ثم قال بعدها إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. نحن مطالبون كمسلمين أن نخاف الله عز وجل، هو الذي يستحق أن نخشاه وأن نخافه. أما العدو فالعدو ضعيف. قال الله تعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فالعدو ضعيف، وبالذات اليهود ضعاف وجبناء وخوافين. السبب في ذلك لأنهم خربوا آخرتهم. لما قال الله عز وجل عنهم ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، وقال الله عز وجل عنهم قل فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم. فهم يعرفون أن ما يفعلون من قتل وسفك للدماء حرام وأن عليه عقوبة شديدة، ولذلك هم يكرهون الموت لا يتمنونه أبدا. ونحن في ديننا معاشر المسلمين الموت لا بد منه، الموت لا بد منه، يعني لا بد أن تموت أيها الحاكم، ستموت أيها القائد، ركن من أركان القيادات العسكرية، أيها العسكري، أيها الشرطي، أيها الشيخ الإمام الذي أنت في مكتبتك وفي هيئتك وأنت عالم، أيها الخطيب، أيها المدرس، أيها الطبيب، أيها المهندس، أيها النجار، أيها الميكانيكي، الكل سيموت. يقول الشيخ عصام الكليات الثلاث في كتاب الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، كل شيء هالك إلا وجهه. وهذا قرار إلهي، لا بد من الموت، إنك ميت وإنهم ميتون. وهذا أيضا فيه سلوان لأهل غزة أن الكل سيموت، لكن الفرق فرق كبير بين من يموت في سبيل الله ويقدم روحه لله عز وجل رخيصة، وبين أن يموت كما تموت البهائم. فرق كبير بين هذا وبين هذا. لذلك هي تجارة عظيمة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. السبب يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. أثبت الله عز وجل هنا القتل وهو الموت، ويقتلون. إذن الكل سيموت. فالعاقل هو الذي يجعل هذه الروح تذهب في سبيل الله، لأن في ذلك الأجر والثواب الكبير والرفعة. ومع الأسف أن تذهب هذه الروح والعياذ بالله وهي موصوفة بأنها غثاء كغثاء السيل. فلماذا إذن الخوف من الموت؟ والله عز وجل يقول إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. إنك ميت وإنهم ميتون. في قوله تبارك وتعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. بالشر هذا هو الحاصل الآن في غزة، هو ابتلاء، هو شر في ظاهره وخير في باطنه. والخير هذا هو الحاصل، الابتلاء على علمائنا ومشايخنا وأساتذتنا وحكامنا وجميع المسلمين
في أمن وأمان وإخوانهم يقتلون في غزة. هذا الخير بلاء عظيم على هذه الأمة، بلاء إذا لم تقم بواجبها تجاه إخوانها. فحذاري حذاري والنذر النذار والاستعداد إخواني من هذا الأمر الخطير حتى لا يقع علينا عقوبة الله سبحانه وتعالى. انظر لمن يمت في سبيل الله ماذا يجد من الخير. فثبت عن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم قوله: للشهيد عند الله 6 خصال: يغفر له في أول دفعة، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع له على رأسه تاج الوقار، الياقوت منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه. الآن هذا الحديث العظيم الذي يحث بالجهاد في سبيل الله ويبشر أهل غزة كل من مات منهم سيحصل على هذا الفضل العظيم إن شاء الله. نرجو لهم، نحن لا نجزم حتى لا يأتي أحد يقول أنت توزع صكوك الغفران، أن بعض الناس والعياذ بالله يفهمون ويأخذون السيء من الكلام. نحن نرجو لهم كل القرائن وكل الأدلة وكل المعطيات تدل على أن أهل غزة في خير كبير، وأن الله سينصرهم بمفردهم أيضا. الله عز وجل قادر، كما أنه مكنهم في أن نالوا من دماء اليهود فدخلوا برا. وبالمناسبة أتمنى أن يستمر هذا الأمر من الجهاد في سبيل الله والتنكيل بهذا العدو الجبان الخائف، كما وصفه ربنا عز وجل: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. فأنتم أهل غزة أشد رهبة في صدور الأعداء من الصهاينة، فلا تتوقفوا عن الجهاد في سبيل الله. وأنا أتوقع أن الغرب وأن الأعداء اليوم خائفين جدا من انتفاضة الشعوب، وأن تتحرك الشعوب فتضغط على حكامها وتكسر الحدود وتدخل على قطاع غزة وتقف مع إخوانها وتجاهد في سبيل الله وتنتفض الأمة. هم خائفين من هذا، ولذلك سيأمرون إسرائيل أن توقف هذه الغارات. أنا أتوقع هذا، ستوقف إسرائيل خوفا من هذا الأمر، لأن هذا الضغط الذي نراه يشعل حقيقة نار الغيرة في قلوب الغيورين من المؤمنين. وقد رأينا المظاهرات في كل مكان. هذه المظاهرات ربما ستتطور إلى الجهاد في سبيل الله، فهم يخشون من هذا، ولذلك لن يطول هذا البلاء كثيرا أبدا، سيتوقف. لذلك حذاري أيتها المقاومة الشجاعة المباركة الطيبة أن توقف العداء، أن توقف الهجوم على هؤلاء المجرمين والصد لهجماتهم الخبيثة والدفاع عن بيت المقدس. هذه الخصال العظيمة تنتظركم عند الله عز وجل. يغفر له في أول دفعة، يغفر له في أول دفعة. هذا طلب كل مسلم، أن يغفر الله عز وجل له، وأن يأتي إلى ربه قد غفر الله له ومحيت ذنوبه. هذه بشارة كبيرة. ويرى مقعده من الجنة، يبشر
بالجنة قبل موته، ويجار من عذاب القبر، يعني يؤمن الفتان، يعني لا يقال له كما يقال لكل مسلم من ربك من نبيك ما دينك، ويأمن من الفزع الأكبر يوم القيامة، هو آمن يقوم من قبره بدمه وهو يثقب، اللون لون الدم والريح ريح المسك كما أخبرنا بذلك نبينا الكريم. ويوضع على رأسه تاج الوقار، لأنه قدم روحه رخيصة في سبيل الله من أجل الله، فهذا المقام مقام الرفعة والقدر، فيجعل له على رأسه تاج الوقار أو تاج الوقار. الياقوت منه خير من الدنيا وما فيها. يا أهل القصور، يا أهل الأموال، يا أهل الثراء، ياقوتة واحدة من ياقوتات تاج الوقار الذي على رأس الشهيد هي خير من الدنيا وما فيها. يا سلام على هذا الأجر العظيم. ويزوج 72 زوجة من الحور العين. يا أهل الشهوة، يا أهل القوة، يا أهل الرجولة الذين تحبون النساء محبة طبيعية، هكذا ربنا عز وجل قد أعد لكم 72 زوجة. المجاهد يترك زوجته ويترك أطفاله ويجاهد في سبيل الله ويموت ويخلف أرملة مسكينة ويخلف أيتام ضعفاء، فيعوضه الله عز وجل ب72 حورية. يا سلام، نسأل الله من فضله. لا، ويشفع في 70 من أقاربه، وهذه الشفاعة للمسلمين الذين وجب عليهم العذاب أو العقوبة من أقاربه بسبب شفاعة هذا الشهيد، يعطى هذه المنقبة وهذه المكانة عند الله يوم القيامة، فيخرج 70 ممن وجب عليهم العذاب، ينجيهم الله عز وجل بشفاعة هذا الشهيد من أهل البيت. أليس هذه كلها بشارات؟ ألسنا نحن مؤمنين؟ ألسنا نحن نؤمن بكتاب الله وبما جاء عن رسول الله؟ فلماذا إذا نتقاعس عن نصرة إخواننا؟ يا إخوة، يا إخوة، يا أخوات، مشكلتنا فينا، نحن فينا حب الدنيا وكراهية الموت، فينا حب الدنيا وكراهية الموت. العلاج يجب علينا أن نجتهد في إخراج هذا الأمر ونتواصل بالطاعات حتى يرتفع الإيمان ويكون في قلوبنا يقين لآيات الله عز وجل، ونقوم بواجبنا قبل أن تحل علينا العقوبة ويغضب الله عز وجل. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزم اليهود الغاصبين، اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، كل إخواننا من المجاهدين في غزة وفي كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة، اللهم صوب رأيهم وسدد رميهم، اللهم واجمع كلمتهم ووحد صفوفهم، اللهم وتقبل شهداءهم وارحم موتاهم واكس عاريهم وأطعم جائعهم. ربنا أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين، على القوم المعتدين. اللهم يا قوي يا متين أرسل عليهم جندا من عندك. اللهم خذلت الأمة الإسلامية إخواننا المستضعفين في فلسطين إلا من رحم الله، اللهم فكن لهم ناصرا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم أنزل عليهم رحمات من عندك، اللهم أرسل لهم جندا من السماء يقاتلون معهم يا رب العالمين. اللهم هيئ لهم من الأسلحة والأمتعة والعتاد ما يعينهم على الجهاد في سبيل الله. اللهم يا ربي
يا رب وسع مداركهم وأرسل لهم يا رب العالمين جندا من السماء تقاتل معهم. اللهم إن ذلك عليك يسير وأنت بالإجابة قدير. اللهم يا قوي يا متين عليك بأعداء الدين الصهاينة المعتدين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أنزل عليهم رجزك وغضبك إله الحق. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم لا ترفع لهم راية واجعلهم لمن خلفهم آية. اللهم شتت جمعهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وخالف بين قلوبهم ووجوههم. اللهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم اجعل الدائرة عليهم. اللهم فرق جمعهم. اللهم فرق جمعهم. اللهم اجعل اجعل أسلحتهم عليهم يا رب العالمين. اللهم اجعل أسلحتهم عليهم يا رب العالمين. اللهم مكن المجاهدين من رقابهم ومن أكتافهم. اللهم مكن المجاهدين من رقابهم ومن أكتافهم. اللهم اهد علماءنا ومشايخنا وحكامنا للجهاد في سبيلك. اللهم ول علينا خيارنا واكفنا شر شرارنا يا رب العالمين. اللهم رد هذه الأمة إليك ردا جميلا. اللهم رد هذه الأمة إليك ردا جميلا. اللهم ارفع علم الجهاد واقمع أهل الزيغ والفساد. اللهم اجمع المسلمين مع حكامهم واهد حكامهم يا رب العالمين للخير. اللهم من كان من حكامهم فيهم خير اللهم فاهدهم وأصلحهم يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم وفقنا للجهاد في سبيلك. اللهم وفقنا للجهاد في سبيلك واجعل لنا أهلا لذلك يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم عافنا ولا تبتلينا. اللهم عافنا ولا تبتلينا. اللهم عافنا ولا تبتلينا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن ترفع عنا وعن إخواننا الظلم. اللهم ارفع عنا هذا البلاء. اللهم واشف صدورنا بنصر إخواننا المستضعفين في غزة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.